مع ان في ناس هترفض الجنه بارادتها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ معانا النهارده حديث خطير جدا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان ازاي في ناس هترفض الجنه بارادتها. ناس يا صديقي عندهم عقل زيه وزيك كده، بس للاسف راكنينه في الثلاجه وحاطين مكانه صينيه بطاطس. صينيه البطاطس تزعل يا صديقي. هنعرف مع بعض ازاي يا صديقي الناس دي بيرفضوا الجنه بارادتها، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الموضوع ده. وفي النهايه يا صديقي هنديك القاعده الذهبيه اللي على الرايق اللي نعرفك بيها يا صديقي ازاي تقدر تخش الجنه بارادتك. بس انا من تصير الاشتراك واشتراك طبعا قناتنا على سبب في وصف الفيديو تنك تعليقات وتصلي على النبي. يلا بينا يا صديقي نفهم الموضوع، يلا نفهم الموضوع على الرايق. بص بقى يا صديقي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث شريف، يقول لك ايه بقى؟ يقول لك كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تخيل بقى، بص هنا الصدمة بقى. طب ازاي يا صديقي ممكن حد كده، ممكن حد يأبى ويرفض ان هو يخش الجنة؟ ده اللي هيبين النبي صلى الله عليه وسلم، بس الأول نفهم يعني ايه أمة النبي. بص يا صديقي، العلماء انقسموا قسمين. قسم قال ان أمة النبي هي أمة الدعوة. طب يعني ايه أمة الدعوة؟ يعني كل الناس اللي جم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علماء تاني قالوا ان الامه دي امه الاجابه، يعني الامه اللي صدقت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ازاي بقى الناس اللي صدقت وامنت بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفضوا يخشوا الجنه؟ يجاوب عنك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الصحابه سالوه نفس السؤال اللي داير في ذهنك دلوقتي. خلي بالك انت دماغك برضه فخم من الاخر. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتسال قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ مين العاقل، مين اللي عنده هنا في بطاطس مقليه اللي هيقبى على رأي مستر بذرة ليمونه؟ عارفين بذرة الليمونه؟ او في هنا بذرة ليمونه. مين اللي هيقبى ان هو يخش الجنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني اللي هيمشي ورايا، اللي هيتبعني، اللي هيمشي على نهجي وعلى سنتي، اللي هيتبع ما قلته وهيتبع ما قال الله سبحانه وتعالى، فهو في الجنة. ومن عصاني، اللي بقى يرفض، ما يصليش، ما يزكيش، اللي ما يتبعش أمر الله، اللي ما يتبعش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصاني فقد أبى، يعني رفض ان هو يخش الجنة. تخيل ان في ناس عاقلة ترفض تخش الجنة. فالحديث ده خطير جدا. اسمعوا كده بقى بعد ما فهمنا كده الكلام، اسمعوا بعقل كده فاهم وواعي وفايق وصاحي. اسمع كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فالصحابة استعجبوا وتساءلوا قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاوعى تأبى اللي انت تخش الجنة يا صديقي، يعني دي بإرادتك. اوعى تقبل ان انت تخش الجنه. وننتقل يا صديقي الى القاعده الذهبيه اللي على الرايق اللي هنعرفك بيها ازاي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي تكون من اهل الجنه ان شاء الله، مش بشطاره مني يا صديقي، زي ما انت عارف اللي احنا اعتمدنا الاول على القران الكريم وسنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بص يا صديقي، اولا لازم يكون في اخلاص. الإخلاص يا صديقي ركن من أركان قبول أي عمل. لازم يا صديقي يكون فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. فقد قال الله في حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يعني مفيش حد يستجري، أو مفيش حد ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إن هو يكون شريك ليه سبحانه وتعالى. فهو أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك معي أحد، ما أشرك معي أحد، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يقول من أشرك معي أحد تركته شرك. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد ولا يعوز إلى أحد سبحانه وتعالى، إنه غني عن العالمين. فصديقي أولا لازم الإخلاص، ثانيا الاتباع. لازم نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا صديقي، حذو الحذة بالقذة. لازم كده نكون متبعين نهج النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نتبعه، وكل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجتنبه. وهذا يا صديقي الخطوتان اللي بندهم لك في الزتونة اللي على الرايق كل نهاية فيديو، ألا وهما الإخلاص والاتباع. فمن أخلص لله سبحانه وتعالى، اللي بيخلص لله سبحانه وتعالى واللي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيتبع القرآن الكريم، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى ورحمته في الجنة. ورب سبحانه وتعالى ورحمته سيدخله
الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى صديقي أن يجعلنا ممن يستمعون قال فاتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك العافية يا صديقي. وإلى هنا ينتهي فيديونا النهارده صديقي. بس قبل ما تمشي أيوة عليك كده تمشي ومن غير ما ترزع اللايك المتين وحط الاشتراك العالمي، وما تنساش تصلي على النبي وتقول لك في تعليقات وعاوزنا نتكلم ايه في قضية التحكم يا صديقي، واحنا زي ما تعرف نحن نتكلم فيها مواضيع على الرايق. واسك يا صديقي أزال الله عنكم الهموم وشرحنا لكم الصدور وصدقاتنا اوقاتكم فانه هو الحي القيوم، وسبحانه يعلم ان فيه احبكم فانه علام الغيوب. ان كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.